اسمعوا لي على تصريح أم عبيدة المنقبة الحامل في الشهر التاسع. اسمعوا شو بتقول. تصريح الجولاني بعدم النزاع مع إسرائيل والسلام معها شكل صدمة بالنسبة لنا، وكنا نتوقع من المعارضة السورية الزحف باتجاه الأراضي الفلسطينية. يعني أول إشي خلينا نبلش بالزحف باتجاه الأراضي الفلسطينية. في مثل بيقول: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. المعارضة السورية عارفة حالها مش قد إسرائيل. إسرائيل دولة عظمى في المنطقة، إسرائيل في وراها أعظم قوى في العالم عسكريا واقتصاديا وثقافيا وتكنولوجيا واللي بدك إياه. هاي الدول عظيمة في كل شيء، حتى في الفوتبول، حتى في كرة القدم هي عظيمة. احنا جماعة عارفين قدر نفسنا، قدنا شو اسمه بشار الأسد فقط. هاي واحد. اثنين، انه احنا تحالفنا مع اسرائيل ومع امريكا لحتى نسقط النظام. كيف بدك ايانا ننقلب على اعدائنا؟ شو بتفكرنا مثليكم بناكل بنبزق بنفس الصحن؟ منخون الناس اللي ساعدتنا ودعمتنا. انتم 70 سنة واحنا نساعدكم، خنتونا. بتفكرونا احنا مثلكم؟ بتفكروا كل الناس مثلكم؟ جماعة ساعدونا كثر الله خيرهم. إلنا 10 سنين 12 سنة واحنا مشتتين وعم نحاول نسقط النظام، مش قادرين. اجوا الجماعة ساعدونا، بدك يانا ننقلب عليهم دغري بيوم وليلة؟ يعني معلش يكون في شوية عقل. غير هيك انه احنا مش ما بنقدر لهم. احنا كسورية، كدولة سورية، لو ظل السلاح موجود تبع جيش ابو شحاطة، لو ظل موجود، احنا ممكن نعمل حرب مثلا مع العراق، مع مثلا دولة مثل دولة أفريقية مثلا، مش ما نقول لك دولة عربية. ماشي، هاي قدرتنا. حتى تركيا احنا مش قدرتنا، احنا سوريا مش قدرتنا نحارب تركيا. تركيا اللي لا هي مع الشرق ولا هي مع الغرب. احنا مش قادرين نحاربها. بدك يانا نحارب إسرائيل اللي هي أعظم دولة في العالم؟ إسرائيل اللي عم بتقود العالم كله؟ إسرائيل اللي قضت على حماس وعلى حزب الله وأسقطت النظام، والآن راح تسقط الحوثي في اليمن، وراح تسقط لك كمان شو اسمه ملالي إيران. بدك يانا إحنا نروح نحارب؟ إذا أنت، لا أنت ولا حزب الله ولا الحوثي ولا إيران قدرتوا مش تحرروا صانتي، قدرتوا تحافظوا على غزة، أنتوا كلكم مش قادرين تحافظوا على غزة. بدك يانا إحنا نيجي نحرر لك؟